السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل جاتو الفانيليا بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه وبالشكل البسيط اللي انت شايفاه ده. هتطلعي 6 قطع جاتو، يعني نص دستة من 3 بيضات بس. مش مستاهله التكلفه اللي احنا سامعينها بره، ولا اسعار دستة الجاتو اللي احنا سامعينها بره. بجد الموضوع سهل وبسيط جدا. كل حاجه غليت، بس ما تبقاش بالاسعار والتكلفه اللي احنا شايفينها بره دي. يعني ايه ولادنا عايزين ياكلوا جاتو، تروحي تسألي عن قطعة الجاتوه تلاقيها ب10 وب15 وب20. أسعار متضاربة القطعة الواحدة. ليه؟ مع انه سهل وبسيط جدا في البيت، وزي ما انت شايفاه طالع بالشكل الجميل ده. وهتشوفي دلوقتي عملناه ازاي، وهيبقى سهل معاكي ازاي، وهتقدري تطلعي من 3 بيضات بس صاج واحد 6 قطع كده. يعني بصوا، يعني مش مستدعي والله التكلفة اللي بره دي. سهل وبسيط جدا. يلا بينا لايك وشير وسبسكرايب بالاكلات في مطبخك، ويلا بينا نشوف هيبقى عامل معاكي ازاي وطالع بالجمال ده كله ازاي. اما جاتوه الشوكولاتة هنعمله الفيديو الجاي. بس انا حبيت اعمل لكم ده لوحده وده لوحده. انا عامله الاتنين في يوم واحد، بس انا حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو اقسمه على 2 عشان انتوا ما تتلخبطوش. فعملت فيديو لجاتوه الفانيليا لوحده، وفيديو لجاتوه الشوكولاته هينزل لكم بعد الفيديو ده ان شاء الله. فبصوا سهل وبسيط، والقطع دي اكبر على فكره، يعني دي القطع الكبيره اللي هي 4 في 10. فانت هتطلعيها بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. القطعة الأخيرة دي اللي جت صغننة شوية، لكن كلهم 4 في 10. فالقطع كبيرة والقطع سهلة جدا، وهتعمليها جاتوها سهل جدا، وهتعمليه حلو قوي قوي قوي، هيعجبك بجد. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه، ونشوف الوضع بتاعنا هيبقى ايه. اول حاجة معانا ايه هنا؟ معانا معلقة بودر صغننة ممسوحة، معلقة صغيرة من البودر اهو ممسوحة. هنحطها كده على الدقيق، يبقى كده عشان نبقى خلصنا من البودر حطينا على الدقيق. دي كوباية الا ربع من الدقيق. نص كوباية من السكر. تلت كوباية من النشا، يعني حوالي معلقة كبيرة من النشا. تلت كوباية من المية، عليهم معلقة كبيرة من محسن الجل. 3 بيضات، فانيليا، ذرة ملح، معلقة خل. تاني كوباية الا ربع من الدقيق، عليهم معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، ونص كوباية من السكر، نص كوباية وحوالي نص معلقة صغيرة، نص معلقة كبيرة. وتلت كوباية من النشا، يعني معلقة كبيرة. وتلت كوباية من المية، وعليهم معلقة كبيرة، معلقة صغيرة مليانة زي ما شفتيها من محسن الجل. و3 بيضات وفانيليا، معلقة فانيليا صغيرة، وذرة ملح، ومعلقة كبيرة من الخل. حطينا الفانيليا على البيض، وحطينا في الطبق بتاعنا اللي هنضرب فيه. كل مقاديرك هتحطها كلها مرة واحدة. ما يبقى معاكي محسن جل، اعرفي ان انتي تحطي كل المقادير مع بعضها. ما تخافيش ولا تقولي اضرب البيض مع السكر اول لغايه ما يعمل فوليوم وبعد كده اعمله. لا، مادام في محسن جل هتحطي كل المقادير على بعضها. انا حبيت اعملها لك بالطريقه اللي هي المقادير كلها من البيت. اما لو حابه ان انتي تجيبي الاسبونج الجاهز، اللي هو دقيق الاسبونج الجاهز اللي كنا عملنا بيه تورتايه قبل كده، براحتك. هتحتاجي منه ربع كيلو على ال3 بيضات، ونص وربع كوباية مية، و... وذرة ملح وخلاص على كده، وفانيليا وخل. اما احنا هنعمله بالطريقة اللي هي المقادير كلها من البيت، فبالطريقة اللي انتوا شايفينها دي هنتنينا بقى نضربه كده لغاية ما يعمل فوليوم حلو، ويبقى شبيه بالكريمة كده. الموضوع سهل جدا، ركزي معايا هتطلعي احلى جاتوه في البيت. مش هتستاهل ان انت تشتريه من بره تاني. والله لو حتى راحة زيارة الناس هتجيبي علبة شيك كده من بره، بتتباع في محل خامات الحلوانية او في محلات الورقيات. هتلاقي كرتونة للجاتوه كده، هتجيبيها. ولو انت رايحة زيارة عند حد هتعمليه قبلها وهتاخديه معاكي، والله هيقولولك انت جايباه منين. من حلاوته من طعمته كل اللي اكله شكر فيه. فاحنا دلوقتي اهو بنضرب وبنجيب الجناب معانا، وبالتنيكة تضربي. معلقة المحسن اللي حطيناها اللي هي مليانة دي، هي اللي بتسبب في الفوليوم الابيض الجميل ده، وتديكي نتيجة هايلة وممتازة قوي معاكي. فبتضربي كده كويس اهو، وبتبتدي ان انتي بقى بعد ما يعلى معاكي بالشكل ده تفضي بقى اللي في المضرب، وخلاص على كده.
بصي بقى ابيض وجميل وفتح وبقى اهو بصوا بقى جميل ازاي ومتماسك. دي من معلقه محسن الجل اللي احنا حطيناه، بتجيبيه من عند اي عطار او من اي محل خامات حلوانيه على حسب المتاح عندك. ده صاج 30 في 40. بنجيبه اهو، وبنبتدي ان احنا نعمل كده تحت الورقه بتاعته اهو بالشكل ده. بس بنثبت بس ورقة الزبدة اللي احنا حاطينها في الارضية دي. طب ما عنديش ورقة زبدة اعمل ايه؟ ما اعملش جاتو؟ لا هتعملي جاتو. هتدهني الصاج ب سمنة، وتدهنيه وتبدريه بالدقيق بس على كده، وتحطي زي ما تكوني هتعملي كيكاية عادية. لو ما عندكيش ورقة الزبدة، بس ورقة الزبدة بتسهل عليكي لما هتيجي تشيليه، لانه هيبقى رقيق، فلما هتيجي تشيليه هتبقى سهلة، وهتقشريها من عليها هتبقى سهلة وبسيطة جدا. هتبتدي تساوي بقى كده بالراحة في الصاج بتاعك اهو. هنساوي كده كويس المقادير بتاعنا اللي احنا ضربناها مع بعض. بصوا لونه حتى جميل ازاي، بالراحة كده وهتساويه بحيث ما يبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية، يبقى كله بسوا بعضه اهو بالشكل ده. انا بسويه عشان يبقى كله بسوا بعض. بصوا اهو. طبعا احنا من البداية مولعين الفرن على درجة حرارة 200 درجة عالية. هيتحط حوالي 12 دقيقة بالظبط، يعني 10 دقايق ودقيقتين، وبعد كده هتطلعيه. ليه الوقت قصير كده؟ علشان ان هو بيبقى رقيق جدا، فما بيحتاجش ان هو يقعد في يعني مدة طويلة في الفرن. فاهو طلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده، هو سخن اهو. هنغطيه بقى وهنسيبه شوية كده اهو. بغطيه كده واسيبه شوية، بعد كده يعني حوالي ساعة ساعتين، وبعد كده ارجع اقلبه. بجيب ورقة زبدة تانية والحاجة اللي انا هقلب عليها، وبعد كده ببتدي ان انا اسلكه من الجناب بسكينة. بمشي سكينة كده من الجنب وابتدي ان انا اسلكه، عشان الحروف بتاعته طبعا ما كانش فيه حاجة ان هي يعني انا مش دهناها ولا اي حاجة. فببتدي ان انا اسلكه كده اهو، عشان يبقى سهل معايا لما اجي اقلبه يبقى سهل. طبعا ورقة الزبدة هيتقلب عادي، لكن الجناب انا بسلكها عشان لما يجي يتقلب موضوع سهل جدا. يعني ايه، ما تستصعبيهوش. معلش، ما تستصعبيهوش. سهل قوي قوي. لو حطيتي في دماغك ان انت هتعمليه يبقى سهل قوي قوي. طبعا احنا قلبنا اهو الصاج بتاعنا، وده الوش بتاع الصاج. ده الوش قشرناه كده بالشكل اللي انت شايفاه، عشان الطبقة دي بتبقى لما الزفارة وبتبقى ملزقة، لو حطيتي كريمة عليها بتفصل معاكي، ما بتخليهاش ماسكة في الاسبونج بتاعك. دي المسطرة بتاعتي بتاعت المطبخ اللي انا بستعملها، مش بتاعت الاولاد، دي بتبقى ليا انا مخصصة في المطبخ. بقيس كده وبحسب واقسمهم على 3 بالشكل اللي انت شايفاه اهو. يعني انا عملت كل 12 لان هو كان 36، فعملت كل 12 بعمل قطعية صغيرة كده، وبقوم مدية علامة بالسكينة كده من ناحيتين الاتنين. وبعد كده هحط المسطرة، بوضح العلامات اللي انا عملتها عشان يبقى مظبوط معاكي. هتمشي بالمسطرة في الجاتو هيطلع احلى جاتو معاكي، هتمشي بالويم لو انتي بقى مركزة وايدك مسطرة خلاص. لكن انا بحب شغلي في الجاتوهات تبقى بالمسطرة اهو. بصوا انا بدور على العلامة اهي عشان تبقى. بصوا بقيس تاني، شوفوا ده شغلي بالمسطرة عشان تطلع الحاجة مظبوطة معاكي وتديكي نتيجة هايلة وشكل حلو، وما تهدريش منها كتير. تبقى بالظبط بالمسطرة عشان ما تهدريش كتير. بحط المسطرة وبشد اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده، وببتدي ان انا اسحب السكينة واقسم الاسبونج معايا بالطريقة اللي انت شايفاها دي اهو. طلعنا 3 ديسكات من الجاتو اهو. الصاج الواحد طلع لي 3، ده هيبقوا ال3 اللي هما ال3 ادوار اللي هيبقوا في الجاتو. هنحطهم كده بقى على بعض وهنركنهم ونغطيهم ونركنهم،
وبعد كده هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنيجي للكريمة بتاعتنا، معانا كوباية من الكريمة، ربع كوباية سكر، نص كوباية مية، سكر عادي، سكر خرز يا جماعة، مش سكر بودرة. ليه سكر خرز مش سكر بودرة؟ الاول هقول لكم، بس لما هنحط نص كوباية مية ساقعة متلجة، هنحطها لازم تكون ساقعة متلجة، نحطها مع ربع كوباية السكر ونبتدي ان احنا نضربهم. ليه حطينا سكر بودر سكر خرز، ما حطيناش بودر؟ علشان ما يخليلكيش الكريم شانتيه يمط معاكي، ده كريم شانتيه خام، ما يخليهوش يمط معاكي، يبقى متماسك وحلو قوي، ما فيهوش مطه كده مش حلوه. بتبتدي بقى تضربي كل ده مع بعض، ولو احتاج شويه ميه متلجين بتحطيهم، لازم الميه تبقى متلجه. بصوا طالع عامل ازاي بقى، مش اللي هو سايل، او مش اللي هو مش متماسك، لا. فحطيناه دلوقتي وهنبتدي بعد ما ضربناه نزين بيه. حطينا اول ديسك معانا من الجاتو، وببتدي اجيب كيس كده، كيس تلاجة، كيس حلواني المتاح عندك، وبتفتحيه فتحة صغيرة من تحت، وبتبتدي ان انتي تمشي كده. ده بيسهل عليكي بدل ما بتجيبي سكينة او بتجيبي حاجة وتبتدي ان انتي تمشي بيها، فده بيسهل عليا ان انا امشي واحشي على طول ما بين الديسكات الجاتو، وابتدي احشيها كده بالكريم شانتيه زي ما انت شايفة بالطريقة دي اهو. بصوا حطينا الكريمة كده بمنتهى السهولة. حابة تفردي بالسكينة دلوقتي تفردي، مش حابة هتحطي عادي الديسك التاني. انا جبت سكينة بس اسويها، لان كان في النص ما كانش مليان قوي، فانا حبيت ان انا اسويها اهو. لكن لو كان كله اتملى معايا ما كنتش هساوي بسكينة، كنت هحط الديسك اللي بعد كده عادي ما فيهوش اي حاجة. بصي بقى عشان انتي اسماء بالمسطرة وصح، فطالع كله قد بعضه ازاي اهو. بتحطي كده الديسك التاني، وبعد كده هتعملي بنفس الطريقة، هتجيبي الكريمة برضو حطينا في الكيس، وهتبتدي تمشي بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها اهو. مفيش اسهل من كده. بصي مادام انتي مرتبة نفسك ومرتبة حاجتك، الموضوع هيبقى سهل جدا وبسيط معاكي، وهتطلعي احلى جاتوه معاكي في البيت، وولادك هينبهروا وهيقولولك يا ماما انت شارياه منين وجايباه منين وجبتلنا جاتوه، وهيبقوا فرحانين جدا 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 اهو. ولو عندك ضيوف وقدمتي، ولو راح عند حد وخدتيه زيارة، هيبقى الموضوع سهل وبسيط جدا، مش بالتكلفة اللي احنا سامعينها بره، ودسة الجاتو اللي بقت رهيبة بره، والاسعار رهيبة بالطريقة دي. سويتها برضو بنفس الطريقة اهو. وبعد كده هنحط الديسك الاخير اهو. بصي شغلك مادام مظبوط وماشية كده بالمسطرة يبقى مية مية. حطينا الديسك الاخير بالشكل ده، وهنبتدي نحط برضو بنفس الطريقة الكريم شانتيه بتاعنا اهو. هتبتدي برضو ان انتي تمليه خالص معاكي، تملي ده الوش الاخير. بتحطي بقى انتي الناحية الناعمة كده على الوش الاخير، وتبتدي تحطي عليها الكريمة بتاعتك اهو بالطريقة دي. ده جاتوه الفانيليا يا جماعة، حبيت اعمله فيديو لوحده، وهتشوفوا برضو الفيديو التاني بتاع جاتوه الشوكولاتة. عفوا. انا حطيته، انا عملتهم الاتنين في يوم واحد، بس زي ما قلتلك حبيت ان انا اقسمهولك عشان تركزي ما تتوهيش مني اهو. ايه رأيكم؟ سهل وبسيط جدا، واحنا الحمد لله شطار وبنعمل كل حاجة. كل ست بيت كويسة وشاطرة وبتعمل كل حاجة، مش محتاجة ولا اي حاجة، احنا بناخد افكار من بعض بس. سويت كده الوش بالطريقة دي اهي. وتمسحي كده وترجعي تساوي تاني اهو. بصوا بوريكم ان انا مسحتها في الطبق بتاع الكريمة، وبرجع ان انا اساوي الوش تاني. دي النهاية بقى، اللي هو الوش اللي بيبقى ناعم وشكله حلو جدا جدا جدا.
بصوا انا مش راضيه افصل الفيديو علشان انتوا تشوفوا بالظبط احنا عملنا ايه. لو عندك بقى المشط اللي هو بتمشي بيه كده زي ما انا ماشيه بالسكينه، اعملي بيه. ما عندكيش بالطرنش ده كده، وبتبتدي ان انت تدي بس منظر جمالي كده، اهي تعريجه كده خفيفه، بتبقى الوش بتاعك بيبقى شكله جميل جدا اهو. بصوا انا بدي بس ايه، زي شرشرة كده او تعريجة كده، تبقى شكلها حلو جدا جدا بالطريقة دي اهو. ظبطته كده بصي، ما تشيليش السكينة، انت امشي مرة واحدة بس تطلع معاكي النتيجة ممتازة. ما تقعديش تشيلها وتحطيها بقى لما لقيت المنظر بيختلف معايا فمشيت، هي مرة واحدة بس. هنشيله بقى نحطه في التلاجة لمدة ساعتين 3 براحتك، وبعد كده تطلعيه. معانا هناك ده ايه، دي مية سخنة بتغلي، مية سخنة بتغلي، بحط فيها الطرنش بتاعي اللي هي السكينة اللي انا بقطع بيها المشرشرة، وبنزل بيها. بصي ما تنزليش بيها كده بقى، انا لقيت الشكل ما بيطلعش مظبوط. فهقولك دلوقتي انا حبيت اعملها علشان الناس اللي هتنزل بيها مرة واحدة اوريهم الفرق. ما تنزلي اهو، بصي بقى، هتبتدي ان انتي اهو، شفتي، حركي السكينه. بصوا بقى كده التهديرات ما طلعتش قويه ليه، ما يعني مش كتير ليه، لان انتي شغاله بالمسطره وايدك مظبوطه وماشيه بالمسطره مظبوط. بصي بقى ايدك تروح وتيجي بالراحه كده. انا حبيت اوريكم النازله واحده هيبقى الشكل عامل ازاي، ولما انتي تمشي بالطريقه دي المنظر معاكي هيبقى عامل ازاي. بصي بقى هنا طلع متساوي وشكله حلو ازاي اهو بالطريقه دي. هتبتدي بقى ان انتي اهو بصوا، حاجات بسيطة جدا اللي طالعة، اللي احنا بنساوي الجناب بس بيها. ايه رأيك بقى في المنظر؟ سهل وبسيط جدا. هنلم بقى كل ده. بصي بحطها في المية السخنة وامسحها بالمناديل الورقية وارجع اعملها. بصوا بقى انا بوريكم الشكل الاولاني اللي احنا عملناه عشان ما تعمليهوش، انا نزلت بيه مرة واحدة. بصوا الفرق بقى ما بين ان انا امشي السكينة كده بالراحة وما بين ان انا انزل بيها مرة واحدة. حبيت اوريكي بس الفرق عشان محدش ينزل بيها مره واحده. هتنزلي بيها مره واحده امتى؟ لما تيجي تقطعي قطع الجاتوه. انا حطيته في التلاجة ورجعت طلعته، لا ما حطيتوش، هو بالظبط زي ما انتوا شايفين احنا لسه، لانه هو كان في التلاجة اصلا، يا دوب احنا قطعناه. وبعد كده هبتدي عفوا معلش، هبتدي ان انا اقيس بقى، قست معايا المساحه قد ايه بتاعته كلها، الطول بتاعه كله قد ايه، وهبتدي ان انا اقطعه بقى. قطعة الجاتوه الكبيرة بتبقى 4 في 10. قطعة الجاتوه الكبيرة بتبقى 4 في 10. هي دي اللي أنا عملتها. عملت أهي بصوا، هنا كنت حاطاه في المية السخنة ومسحت السكينة اللي هو الطرنش المشرشر. هنا بقى بنزل مرة واحدة، ما بروحش واجي عشان ما يتحركش معايا، وارجع احطه في المية السخنة المغلية تاني واقيس اهو. انا عرفت ان هو كل 4 سنتي بقطع اهو، حتى بصوا كل 4 سنتي بقطع، وبمشي كده بالسكينة وانزل مرة واحدة اهو، بعلم وبرجع اقوم نازلة بالطرنش على طول اللي هي السكينة المشرشرة مرة واحدة، انزل اقطع قطعة الجاتوه اهي. دي قطعة جاتوه مقاسها 4 في 10 اهو، 4 سنتي في الطول 10. انا مش راضية افصل الفيديو زي ما قلتلك، بوريكي ازاي ان انتي تمشي مظبوطة والقطع معاكي تبقى طالعة مظبوطة، وقطعناها كلها بالشكل ده. ايه رأيك بقى؟ هتبتدي بقى تزيني وهو مكانه زي ما هو كده. انا يعني مش هعمل اي شغل عالي او حاجات بسيطة جدا اهي، بس زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. ايه رأيك؟ مفيش اسهل من كده. وهنجيب كريز وهتبتدي تقسميه 2 وتحطي كده كل نص على كل وردية صغننة انتي عملتيها اهو. هتحطي قطعة من الكريز كده،
حابة تقسمي الكريزال واحدة ل4 براحتك، حابة تقسميه على نصين زي ما انا عاملاها كده براحتك برضو. بعد كده انا معايا جناش شوكولاتة، او لو عندك شوكولاتة نوتيلا اللي هي التقليد او اي حاجة هتخفيها بس بشوية مية، وهتبتدي تحطيها في كيس كده وتعملي له زي سرسوب خفيف كده، وتبتدي ان انت تشكلي بيها بالطريقة دي. اهي بصوا، جانيش شوكولاته، شوكولاته عاديه من اللي هي، او لو ما عندكيش خالص مش مهم، حطي شويه مكسرات سوداني، شويه سوداني على الوش كده مدقوقين، وتقومي حطاهم بس بالطريقه اللي انت شايفاها دي. طلعتي احلى 6 قطع جاتو عملتيهم انتي في البيت بمنتهى السهوله بمنتهى البساطه. ايه رأيك بقى؟ مفيش اسهل من كده بيتهيألي. احلى جاتو عملتيه في البيت بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. اهو، هنجيب طبق التقديم بتاعنا وهنحطه فيه، وهوريهولك دلوقتي هيبقى شكله سهل، هيبقى شكله جميل ازاي، وهو يعني بيتهيألي ان هو معبر عن نفسه. وهنبتدي اهو نرصه زي ما انتوا شايفينه كده في قلب طبق التقديم، وهتحطيه في التلاجة. اولادك يجوا ياخدوا منه ويسحبوا براحتهم وياكلوا احلى جاتو عملتيه في البيت بالطريقة الجميلة دي. اهو، مفيش احلى من كده، شكله سهل وجميل، والطريقة سهلة وبسيطة معاكي، وعايزاكي تجربيه وتقوليلي ايه رأيك فيه، وطلع طعمه حلو ولا لأ، واحلى جاتوه هتعمليه في البيت. اهو، اسيبك تتفرجي وتشوفي بقى إيه انتاجك لما عملتيه في البيت هيطلع شكله عامل ازاي وشكله جميل جدا ازاي. ده جاتوه الفانيليا للي بيحب جاتوه الفانيليا. اما جاتوه الشوكولاتة ان شاء الله باذن الله هنعمله بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. ايه رأيك؟ مفيش